ازيكم عاملين ايه؟ ايه اخباركم ايه النهارده؟ حد سقعان حران مش مريحه ومش شايف؟ كله تمام؟ طب الحمد لله. في الاول احب اعرفكم بنفسي. انا حسني عبد الذاكر، محاضر في اتش ار باسبورت. بقالي كذا سنه بشتغل في مجال التريننج. لو هتكلم عن الباك جراوند بتاعتي قبل ما ابدا اكون محاضر، انا خريجه ألسن ياباني. بعد التخرج اشتغلت شويه في مجال الترجمه اكتر من شركه، بعد كده اتجهت لمجال التريننج، خصوصا يعني في مجال التريننج اللي هو بالإديوكيشن شويه. قبل ما ابدا اي تريننج بحب اعرف التريننج اللي قاعدين ايه الهدف اصلا من التريننج، او المؤسسه اللي انتوا تابعين ليها اصلا جايبانا ليه النهارده نعمل تريننج. احنا ك HR باسبورت وانتوا كتيتشرز او انستراكتورز في المدرسه هنا، المدرسه طلبت مننا ك HR باسبورت ان احنا نعمل لكم تريننج عن طلبت مننا ان احنا نعمل لكم تريننج عن السيلف ليرنينج، عشان المدرسه ناويه ان شاء الله ان هي تدخله ضمن استراتيجيات التعليم في المدرسه، بحيث ان انت كتيتشر مطالب منك انك تشرح للستودنت بتاعك ازاي يستخدم السيلف ليرنينج كاستراتيجيه للتعلم. فانا مش عايزاكم تبقوا قاعدين حاسين ان انتوا نازلين يوم جمعه متقدرين ويوم اجازه والتريننج المفروض علينا، لا، عايزاكم تحسوا ان انا بساعدكم النهارده وبنساعد بعض في ان انتوا تحضروا التاسك دي، عشان اوريدي هتبقى مطلوبه منكم ان انتوا تشرحوها للستودنت بتاعتكم. قبل ما نبدا كده ان شاء الله احب اتعرف عليكم اساميكم. انا عارفه حاجه واحده، معلومه واحده عنكم، ان انتوا كلكم هنا تيتشرز في المدرسه، فحابه اعرف اسم كل واحد فيكم. انا منى عبد النبي. اهلا يا منى. حسام حسن. عبد الرحمن سعيد. وائل جابر. هدي الحافظ. اهلا. رحمه الله. اتشرفت بمعرفتكم كلكم. اتمنى ان شاء الله ان المحاضره النهارده يطلع بيها معلومه مفيده وتكون خفيفه عليكم. قبل ما نبدا حابه بس ان احنا اقول لكم على رول كده هنمشي عليه، وانا بشرح لو في اي حاجه حسيت ان هي مؤثره على سيكونس المحاضره او انت مش فاهمها او حاجه، فيل فري قوي انك توقفني وتسالني وتقولي ان انت مش فاهم دي. احنا طبعا تيتشرز وفاهمين انه لو في سؤال او سايد كويشن برضه براحتك اسال، بس ممكن ناجله لاخر السيشن هيبقى في وقت الاسئله عشان ما نقصرش بس في السيكونس بتاع المحاضره بتاعتنا. قبل ما نبدا حابه نتفرج على فيديو عن التوبيك قبل ما نبدا نشرح حاجه عنه، وحابه اشوف الفايبس اللي وصلت من الفيديو ده، بغض النظر انتوا عارفين اللي هيبقى في الفيديو ده ايه او لا. اوكي؟ مستعدين؟ جاهزين؟ يلا بينا. اوكي. When I was young, I was poor, and I had no education and no money. And then I discovered continuous learning, personal development. I found you can learn anything that you need to learn to be successful in that area. You could learn to do brain surgery if that was important to you. You could learn to repair an expensive automobile. You can learn anything. You can learn all business skills. You can learn all sales skills. When I discovered this, I still remember. I couldn't believe it because it meant that my potential was unlimited. And the more you learn, because of the way your brain works, the stronger it becomes, so you can learn more faster. It's like a muscle. You make your muscles strong, and You can do more in less of time. yes. And so I practiced it myself and changed my life within 1 year. اوكي. صوت الفيديو كان واضح بالنسبه لكم ولا تحبوا نعيده تاني؟ لا تاني. تمام. حابه من كل واحد فيكم كده يقول لي ايه الفايبس اللي وصلت له من خلال فرجته على الفيديو ده، سواء هو يعرف الشخص ده او ما يعرفوش. ان احنا نبدا برحمه. عادي، انا حسيت انه يعني كل ما اشتغل اكتر كل ما هوصل، يعني حاسه ان هو اداني امل سيكا انه يعني عادي لو اشتغلت على نفسي اكتر، او ان انا عندي فرصه ان انا مهما متاخره في حاجه او كده لو حطيت شويه افورت هوصل عادي. شكرا جزيلا. غدير. هي نفس فكرة رحمة، بس أنا وصلي إن هو كل ما هتتعب هتلاقي مجهودك، وما فيش حد يعني بيتعب بيجيب صفر من الآخر. مفيش مستحيل يعني. بالظبط. عبد الرحمن احب اسمع منك. فهمت كمان ان انا ممكن اتعلم اي حاجه، مش شرط اكون اكسبرت في المجال ده. مفيش حد طالب اكسبرت في اي مجال، فممكن اتعلم اي حاجه وانا معطل نفسي، ممكن ابدا في اي مجال عادي. حسام. بس اللي عبد الرحمن قاله يعني لحد ما وضحت ان التعليم مش مرتبط بسن معين او وقت معين نقدر نتعلم فيه، انت في اي وقت في اي عمر تقدر تتعلم حاجه جديده وتقدر تثبت نفسك فيها. منى. مش عارفه، انا جه في بالي انه حد مهم، يعني هو ما كانش حاجه وفجاه بقى حد مهم وعرف يوصل عشان شغال على نفسه. بالظبط كده. حد فيكم يعرف مين الشخصيه دي اصلا؟ هو اكيد ميرابيلو. باين بالبلد صح؟ طيب
انا احب اشرح لكم وانا بحضر البرزنتيشن دي. انا شخصيا علمت جدا من الشخص ده، حسيت كلامه الهمني انا وانا بحضر البرزنتيشن قوي. هو الشخص ده اسمه برين تريسي، هو واحد من اهم رواد الاعمال في امريكا، هو من اكتر الناس اللي اتكلمت عن التنميه الذاتيه، هو برده رائد من رواد مجال المبيعات. الشخص ده كان قصته ملهمه، يعني قد يكون كان في اسره معدمه جدا فقيره ما عندوش اي موارد، لدرجه ان هو اضطر انه يسيب الدراسه في سن صغير ويشتغل عشان يصرف على اسرته. اشتغل في كذا حاجه لحد ما وصل لشغل في مجال المبيعات، كان من افشل السيلز في شركته لدرجه ان المدير بتاعه قال له انت مش هتنفع تشتغل اصلا. فهو قعد يفكر مع نفسه وخد مع نفسه وقفه كده وقال طب هو السيلز الشاطر ده بيعمل ايه؟ يعني يفرق ايه عني؟ فقعد يذاكر باي سيلف ليرنينج، طبعا قعد يذاكر كل حاجه تخص مجال المبيعات لحد ما وصل ان هو بقى مدير المبيعات في شركته، ولحد الان هو عامل اكثر من 70 كتاب في مجال السيلز، ومن اهم رواد الاعمال ومن اهم المؤثرين الذاتيين في مجال السيلف ديفلوبمنت، وازاي انت تحسن من نفسك وازاي ان انت مش مضطر تعتمد على حد عشان تطور من نفسك وتحسن من نفسك. ان شاء الله النهارده هنتكلم، هشرح دلوقتي الاوبجكتيف اللي هنتكلم فيها في السيشن. ممكن يكون في وقت نزود عنه، بس ان شاء الله مش هنخرج غير واحنا مغطين كل الاوبجكتيفز اللي انا هذكرها دلوقتي. اول حاجه هنتكلم فيها، وهي المينينج اوف سيلف ليرنينج. ايه هو اصلا تعريف السيلف ليرنينج؟ بعد كده هنناقش مع بعض الكيوردز اوف سيلف ليرنينج او المفاتيح والنقاط الاساسيه عن عمليه التعلم الذاتي. ماشي، بعد كده هندخل في ان احنا نكسبرس البنفيتس اوف سيلف ليرنينج، ايه الفوائد اللي هتعود عليا انا كشخص لما ابدا في ان اخد السيلف ليرنينج از استراتيجي في حياتي. بعد كده هنتكلم في جزء هنانلايز الاوفركامينج تشالنج. مفيش حاجه سهله، يعني اكيد هيقابلنا تشالنج وحاجات هنضطر ان احنا نتغلب عليها عشان نقدر نكمل في الرحله دي سوا. واخر حاجه ان احنا هنعرف النو هاو اوف سيلف ليرنينج. اي حاجه في الدنيا بنعملها بيكون فيها نو هاو، يعني ليه طريقه وازاي اعمل بيها عشان اكون ماشي في التراك الصح. لحد هنا في حاجه مش واضحه؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام. هنبدا في اول بوينت وهي تعريف السيلف ليرنينج. بكل بساطه السيلف ليرنينج هو استراتيجيه من استراتيجيات التعلم، بيكون فيها الشخص او المتعلم هو المسؤول عن كل حاجه. انت المسؤول عن اختيار التوبيك اللي هتتكلم فيه او اللي انت هتذاكره، انت المسؤول عن الماتيريال، انت اللي بتختارها وبتحدد انا هذاكر ايه ومش هذاكر ايه، انت اللي بتختار التايم، انت عندك تايم معين تخلص فيه الحاجه دي، فانت من الاخر كده سيد قرار. طول حياتنا في المدرسه وفي الجامعه حتى في الشغل لما كان بيتفرض علينا تريننج او حتى احنا حابين ناخده، بيكون في ماتيريال، بيكون في جايد معاك، حتى معاك بيساعدك. لا، انت في سيلف ليرنينج انت المسؤول عن كل حاجه، انت الديسيشن ميكر، انت المسؤول عن كل حاجه في العمليه دي. فبكل بساطه زي ما قلنا هي استراتيجيه انت المسؤول فيها عن كل البروسيس بتاعت الحاجه اللي انت هتتعلمها. حد هنا في اي سؤال؟ تمام. هنخش على الكي بوردز اوف سيلف ليرنينج. نشوف مين عندك. مصطفى؟ أخر شوية؟ طيب قبل ما نتكلم نحب نتعرف عليك. أنا معاكم النهارده في التريننج، هديكم تريننج عن السيلف ليرنينج، فحابة أتعرف عليك قبل ما نكمل كلامنا. شرفت بيكم مصطفى. ممكن في البريك ابقى اشرح لك الحته اللي فاتتك، دلوقتي هنكمل الموضوع. ماشي؟ دلوقتي هنتكلم عن الكي بوردز اوف سيلف ليرنينج. واول حاجه في المفاتيح الاساسيه للتعلم الذاتي هي انك تكون مستعد انك تتعلم. اوكي؟ دلوقتي معظمنا اعتقد ان هو يبقى شايف انه نفسه يتعلم برمجه، ونفسه يكون بيفهم في الاي اي، ونفسه يكون بيتكلم اكتر من لغه، بس هل كلنا عندنا الاستعداد النفسي ان احنا نعمل حاجه زي دي؟ حد شايف ان كلنا عندنا استعداد نفسي ان احنا انا ما عنديش استعداد. فبالظبط، فالنقطه الاساسيه او المفتاح الاساسي اللي احنا المفروض نعتمد عليه في عمليه التعلم الذاتي ان انت اصلا يكون عندك الاستعداد النفسي، جاهز ذهنيا، عندك وقت انك اصلا تتعلم الحاجه دي، عامل كل العوامل النفسيه مهيئه ان انت تتعلم حاجه دي، ودي اول واهم نقطه. هنيجي لتاني نقطه وهي السيلف ايفالويشن. يعني ايه سيلف ايفالويشن؟ هو بكل بساطه انك تسال نفسك 3 اسئله، ايه هما؟ وات وواي وهي، او ايه وليه وازاي. بمعنى هسال نفسي وات، ايه الحاجه اللي انا عايزه اتعلمها؟ واي، ليه؟ ايه النيد اللي عندي اللي انا محتاجه البيها فاتعلم الحاجه دي عشانها؟ هاو، دي الطريقه بقى، ايه الطريقه اللي انا هستخدمها؟ الطريقه المناسبه ليا انا كحسناء، بعيدا عن بقى جامعه وكورس وماتيريال المفروض عليا، بقى الطريقه المناسبه ليا انا عشان اعرف اتعلم الحاجه دي.
وانس ان انت عملت ده فانت بدات تمشي في التراك الصح اللي هيخليك توصل انك تتعلم الحاجه دي. ماشي، يبقى نرجع كده مع بعض. قلنا اول حاجه اللي هي الاستعداد النفسي، تاني حاجه وهي انك تعمل تقييم ذاتي لنفسك وتعرف انت عايز تتعلم ايه وهتتعلمه ليه وهتتعلمه ازاي. ندخل على النقطه الثالثه وهي الموبلايزنج ريسورسز او انك تجمع المصادر اللي هتتعلم بيها. والنقطه دي عايزين نركز فيها مع بعض شويه عشان هتركي شويه. انت بقى خلاص انت معكش اي جايد، انت قدامك كم هائل وفرايتي مش طبيعيه من المعلومات، فيها اللي صح وفيها اللي غلط وفيها اللي مناسب للليفل بتاعك فيها اللي ما يناسبكش. فانت دلوقتي خلاص قدام حاجه لازم نحط الكونسبت فيها عشان ما نتوهش ونلاقي ان احنا تهنا في الموضوع ده وضيعنا وقت ومجهود. اول حاجه ان انا اعتمد على الكواليتي، مش اهم حاجه انه يكون اكبر كوانتيتي من المعلومات عندي، لا المعلومات دي تكون ذات جوده، تكون معلومات تراستد جدا موثوقه انا جايبها من مواقع معروفه كتب معتمده، حتى لو بتفرج على شخص يكون الشخص ده اصلا سيرتيفيكيتد في الحاجه اللي انا بتابعه فيها دي، مش اي بوست على فيسبوك تعلم معلومات عن الاتش ار في 100 خطوه اقراه. ممكن يكون في معلومه صح على فكره بس انا لازم اسيرش واراجع واتشيك ان المعلومه دي فعلا ايه صح. كده دي تالت نقطه. هندخل في النقطه الرابعه وهي السيلف ايفالويشن اوت كام. هراجع الاوت كام اللي ايه. كل فتره وانا بتعلم لازم اقف مع نفسي واقفه اللي هو ايه، انا دلوقتي بقالي 3 شهور مثلا بتعلم اسباني، فاسال نفسي طب انا دلوقتي وصلت الليفل ايه؟ لقيت نفسي في بروجرس وجروث حصل معايا يبقى انا كده في التراك الصح وماشي وتمام. لقيت نفسي لا ده انا لسه ما اعرفش كلمتين 3 في الاسباني وبقالي 3 شهور بذاكر، لا يبقى انت كده في حاجه عندك غلط. السيلف ايفالويشن اللي عملته في الاول كان اصلا غلط، الاسئله اللي سالتها لنفسك ما عرفتش تجاوبها صح، ممكن تكون اخترت طريقه مش مناسبه ليك، ممكن تكون اخترت تايم اصلا انت مش فاضي فيه مشغول في شغلك وعندك لود وكده. فنبدا نراجع نفسنا تاني. فاحب اراجع معاكم كده الاربع نقاط اللي احنا اتكلمنا فيها او الاربع كي ووردز اللي قلناهم وهم كله كده شايف. اول حاجه الاستعداد النفسي، 2 التقييم الذاتي، 3 تجميع المصادر، 4 التقييم لنتيجة التعلم. ايه؟ حد هنا عنده أي مشكلة فيهم؟ حد يعرف يقولهم لي كده؟ من غير ما يبص طبعا على السكرين. بس بحب أسمع منك يا هدير. الاستعداد الذاتي الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي اوكي. والتقييم الذاتي والايفالويشن ليرنينج عموما. اوكي. في نقطة المصادر، احنا هنجمع المصادر تكون موثوقة وتكون ذات جودة. اوكي. دلوقتي خلصنا الكي بوردز اوف سيلف ليرنينج، هننتقل لنقطة البنفيتس اوف سيلف ليرنينج. قبل ما اتكلم عن البنفيتس عايز اسألكم سؤال كده. مين فيكم جرب يذاكر حاجة لنفسه شايف ان ليها اوتكم في حياته وجابت فايدة وعمل لنفسه وسأل نفسه ليه وازاي وكده جابت معاه نتيجة؟ احب اسمع منكم كده مين؟ يذاكر بنفسه يعني هو شفتي موضوع انت حاسه انك محتاجه انك تتعلمي عنه فقريتي عنه وذاكرتي فيه ولقيتي نفسك ان في نتيجه جت عليكي منه مثلا. انا جربته طب بس احب اسمع منك كل ده. لا هي ما كانش مش حاجه مذاكره، كان شغل، كنت رحت شغل كده، كان اول مره اشتغلها في حياتي. فكنت قعدت فتره اسيرش واخد اشوف فيديوهات اونلاين وحاجات وكده، ولقيت نفسي بعد كده تمام شغالاه. يعني لقيت الموضوع سهل، يعني كنت فاكره الموضوع صعب انك تتعلم الموضوع. حد غير منى؟ اتفضل يا عبد الرحمن. كنت رايح قبل كده انترفيو على بوزيشن جديد عليا، اشتغل في التريننج في LMD، فمهمة ما كنتش عارف عنه اي حاجه، فبدات اذاكر وابص على اليوتيوب وابص على جوجل، ذاكرت كويس رحت الانترفيو اتقبلت وفعلا جابت نتيجه واشتغلت الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا منى، شكرا يا عبد الرحمن. عفوا عليك. دلوقتي هنتكلم عن فوائد السيلف ليرنينج. انا جايبه لكم 5 بس ممكن انتوا تعملوا البرزنتيشن للستودنت بتاعتكم، حبيتوا لقيتوا حاجات ثانيه، لقيتوا حاجات مختلفه عن اللي انا قلتها، انتوا احرار، بس انا جايبه لكم 5 امثله بس. اول حاجه وهي الاوتونومي او الاستقلاليه. التعلم الذاتي دايما بيديك كده سنس من الحريه، ان انت حر زي ما قلنا في التعريف قبل كده، زي ما قلت لكم انت سيد قرارك، انت حر تختار الموضوع في التوبيك في كل حاجه. فهو بيديك نوع من الاستقلاليه وان مفيش امتحان انت ملزم بميعاده ولا في مثلا منهج لازم تخلصه، لا انت المسؤول عن كل حاجه. دي اول نقطه. تاني نقطه وهي الفلكسبيليتي او المرونه. انت عندك كم من المرونه هايل، انت واحد ما بحبش اذاكر الصبح وبحب اذاكر بالليل
بالليل، مش ملزم بميعاد دبلومه او كورس الساعه 2 وانا بخلص شغلي الساعه 6. كل حاجه متاحه ليا، انا حره، انا عندي مرونه في اختيار الوقت، في اختيار الماده، في اختيار الطريقه، مش ملزم ان انا في عندي دكتور لازم بيشرح بالورقه والقلم وانا اصلا ما بحبش اكتب، انا بحب اسمع. فكل حاجه فيها عندك مرونه فيها. النقطتين اللي قلناهم لحد دلوقتي اللي هي الاوتونومي او الاستقلاليه، والنقطه الثانيه اللي هي الفلكسبيليتي. ثالث حاجه وهي الافوردابيلتي، او ان انا دلوقتي حاليا الحياه الاقتصاديه اللي احنا عايشينها المرعبه دي، ممكن احنا كتريني بنشوف ان الكورس غالي، ممكن كترينر عامل كورس وشايف ان فيه قيمه مقابل سعر، لكن انت كشخص شايف انه غالي قوي. طب انا هصرف كام في الكورس ده، وهصرف كام في حياتي، وهصرف. فده طبعا بيوفر لك نوع من هو ايه، محتاج الانترنت ورقه وقلم، خلاص الدنيا اتحلت. فطبعا بيوفر عليك كتير قوي. فدي نقطه الافوردابيلتي. الرابع وخامس نقطه هناخدهم مع بعض اللي هم البيرسونال جروث والبروفيشنال جروث. اعتقد ان معظمنا لما بيجي في دماغه سيلف ليرنينج او حاجه بطورها من نفسي، دايما بيجي في بالنا الاول، وتقولوا لي برضه متفقين معايا ولا لا عشان مش ببقى عامل يعني، ان احنا ايه، دي حاجه هنتعلمها ليها علاقه اما بالمذاكره اما حاجه هتعلمها ليها علاقه بشغلي. لا، ممكن الحاجه دي تكون بيرسونال اصلا في حياتي الشخصيه. يعني مثلا عندي مثال دلوقتي، حسام عايش في شقه لوحده ولقى نفسه في الشهر بيصرف فلوس قد كده عشان يجيب اكل من بره عشان ما بيعرفش يطبخ. فلقى ان الموضوع ده اثر عليه في حياته، اولا بيصرف فلوس كتير، ثانيا الاكل انهيلثي وبدا ياثر على صحته. فاخد قرار مع نفسه وعملت ايفالويشن، ولقى عنده نيد ان انا اتعلم اطبخ، عايزه اتعلم اطبخ ليه؟ عشان انا بضيع فلوس وصحتي ايه؟ بتتعب. فقرر الطريقه ان انا هشوف فيديوز على يوتيوب، هجيب كتب للطبخ، هتفرج على قنوات طبخ. المهم خد الستيب وبدا يتعلم، ولقى اوت كام في الاخر انه لقى نفسه في اخر الشهر انا وفرت فلوس، انا صحتي بقت احسن. فبالتالي الحاجه دي ممكن تكون بيرسونال عادي في حياتنا، مش شرط ان هي تكون حاجه اكاديميك او حاجه ليها علاقه بالبروفيشنال كارير بتاعك. دي بالنسبه لنقطه البيرسونال جروث. هنيجي بقى بالبروفيشنال جروث. احنا في عصر ما بيرحمش حد، اللي مش هيطور من نفسه واللي هيغير من نفسه هيلاقي نفسه مش كواليفايد انه يشتغل اي شغله، هيلاقي حياته بقت صعبه، هيلاقي نفسه مش في بوزيشن راضي عنه خالص. فبالتالي طول ما انت بتسيلف ليرنينج وبتعمل تذاكر وبتجتهد كده، هتلاقي نفسك بقيت كواليفايد ان اي فرصه تجيلك انت مستعد ليها. انت مش لسه بعد ما يجيلك شغل كويس يا ريتني كنت خدت دبلومه كذا، يا ريتني كنت خدت كورس كذا. فاهمين النقطه دي؟ فنرجع كده مع بعض تاني الفوائد اللي احنا قلناهم الخمسه، واللي هم ايه؟ اول حاجه الاستقلاليه، تاني حاجه المرونه، تالت حاجه تكلفه اقل، رابع حاجه تطور شخصي، خامس حاجه تطور ايه؟ مهني. بعد كده هنعمل بريف سريع على اللي قلناه. اول حاجه اتكلمنا عن التعريف وان هي استراتيجيه بتعتمد على ان انت المسؤول عن كل حاجه فيها. تاني حاجه قلنا المفاتيح الاساسيه، وهي انك يكون عندك استعداد نفسي، انك تعمل تقييم ذاتي لنفسك، انك تجمع مصادر موثوقه وذات جوده، انك تعمل كل فتره سيلف ايفالويشن للنتيجه اللي انت وصلت لها. بعد كده اتكلمنا عن البنفيتس اللي لسه قايلينهم، الاستقلاليه، مرونه، تكلفه اقل، تطور شخصي، تطور مهني. دلوقتي نفصل كده شويه وهنعمل اكتيفيتي مع بعض. الاكتيفيتي ده عباره عن ايه؟ انت يبقى معاك ورقه زي دي، الورقه دي فيها 5 اسئله: what, why, how, challenge, overcome, where. بمعنى هتقولي حاجه انت عايز تتعلمها، هتتعلمها ليه، وهتتعلمها ازاي، وتشالنج ممكن يقابلك فيها، وايه الطريقه اللي هتتغلب فيها على التشالنج ده. اوكي؟ يبقى معانا تايم يا جماعه من دقيقتين ل3 دقائق ماكسيمم ان انتوا تجاوبوا. اللي هيلحق يجاوب هنسمعه، اللي مش هيلحق هيضطر يتحرم الوقت البريك بتاعه 5 دقايق كده. عشان ايه؟ عشان نشوف هو عمل ايه. اول حاجه تيجي في دماغك تبقى حد معايا عايز قلم؟
متفقين يا جماعه كده؟ كده خلاص تايم اوت. مين جاهز يبدا؟ مين حابب يبدا؟ ماشي. نركز كلنا مع منى، خلاص اللي ما كملش البريك بتاعه الوقت خلص. طبعا عارفين دلوقتي الكلام ده. مش عارفه لما قلتي اول حاجه تيجي في بالك يعني، فممكن اكتر حاجه سيلف يعني بتوتر فعايزه اخف شويه. مؤثره ليه؟ عشان بحس ساعات انها بتاثر على حاجات كتير مع اني ببقى جاهزه يعني. ايوه طريقه هشوف بقى يعني، يا اما هروح لحد يا اما هكتب يا اما هدور على طريقه دي. وممكن التشالنج اللي بتقابلني ان انا محتاره لسه احاول اهدي الموضوع ده ازاي. اوكي شايفه انك هتغلبي بقى التشالنج ازاي؟ لا ما اكيد هلاقي يعني، لما الاقي بس طريقه يعني، الاقي طريقه وهبدا ان شاء الله تقدري توصلي للطريقه دي. شكرا يا منى. مين حابب يبدا يقول بعد ما انا اتفضلي يا كتير. انا اول حاجه جت في دماغي الانجليش، يعني انا محتاجه ان انا اطور الانجليش بتاعي علشان اعلى البوزيشن بتاعي في الشغل. و اوكي خلاص لقيتي الهاو، عرفتي الهاو خلاص. انا عرفت خلاص انا اتعلم انجليش اكملها. هاو كورس كنت بفكر في حاجه اونلاين لان انا ما بحبش الاوفلاين قوي، وفكرت في خلاص بقى احنا السيلف عايزين نلغي الكورسز دي. فكرت فيها بس لسه ما عملتش سيرش يعني على الحاجات اللي ممكن اتعلم من خلالها. التشالنج بقى الوقت، انا ما عنديش وقت قوي بس مستنيه اخلص الدبلومه اللي انا باخدها يعني، وهيبقى عندي وقت ان شاء الله. ان شاء الله. خدي يا رحمه. عايزه اتعلم البيزكس بتاعت الفاينانس عشان يعني كنت بدخل في جدالات كتير مع الحسابات على وقت تقفيل المرتبات يعني على البادجت وما الى ذلك الحاجات دي. ف يعني عايزه اعرف الباك جراوند بتاعته هو جاي منين، عشان المواضيع دي احنا بنختلف عليها كتير يعني. فهاو بقى ان انا يعني هستعين بحد متخصص في الموضوع ده، وبلس السيرش على اليوتيوب وكده. التشالنج ان الموضوع هيحتاج مني وقت، وان اكيد في حاجات هبقى محتاجه ان لا حد هيقعد معايا يشرحها لي، فهيبقى ممكن صعوبه في توفير الشخص ده في الوقت ده يعني. هتغلب على ده ازاي؟ هحط بلان لنفسي بالوقت اللي انا محتاجه اخلص ده فيه، واظبط التايم فريم واتفق معاهم من قبلها عشان ما اثرش على مواعيدي، خصوصا انا ملتزمه دلوقتي بكذا حاجه يعني. ففي الوقت اللي انا هقدر اكون متفرغه اعمل ده فيه. مين اللي مخلص؟ حسام ومصطفى انتوا البريك؟ اتفضلي يا ابو حميد. حاجه عايزه ادرسها او اتعلمها يعني استراتيجيك مانجمنت. ليه عايزه ادرسها او ليه عايزه اتعلمها؟ عشان انا انترستد ان انا متاكد ان شاء الله هتفرق معايا في البروفيشنال جروث بتاعي. ازاي؟ هيبقى عندي اكتر مصدر يوتيوب او ريفرنس، مثلا لو ليا مانجر علاقتي كويسه اقدر ارجع له يعني وتراستد. التشالنج الموضوع كومبليكيتد جدا ومش سهل. ازاي اوفركم التشالنج؟ ممكن انا بحب اخد الريسك، برمي نفسي في الحاجه وربنا بيكرم. شكرا يا عبد الرحمن، ربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله وتعرفوا توصلوا اللي انتوا عايزينه. بحب اقول بقى مثال عن نفسي، مش كله بتكلم ورا. انا اول ما اشتغلت في شركه قطاع غير سيارات. انا ما بفهمش حاجه في العربيات، فانا كنت داخله كمترجمه، انا هترجم انجلش يعني. ايه المطالب مني في الديسكربشن اللي انا هترجمه؟ ان انا مش بس اكون عارفه اسم قطعه الغيار دي، لا انا لازم اكون عارفه مقاساتها. وانا اصلا يعني اخي اللايف مرايات. فقعدت طبعا كان قدامي تو اوبشنز، يا اما ان انا كل حاجه هترجمها هرجع للشخص المسؤول عن المصنع واساله القطعه دي ابعادها ايه ومقاساتها ايه، وطبعا ده هيعطلني. يا اما ان انا بنفسي ابدا اذاكر، اعمل سيلف ليرنينج عن قطع غير السيارات بتاعها كلها، بتحاول عارفه يعني اصغر مسمار في العربيه لاكبر مسمار ده حجمه ايه ومقاسه ايه، وتحط في بوكس الباكجنج بتاعه يبقى احجامها ايه. دي طبعا حاجه ساعدتني جدا في شغلي، وفرت عليا وقت وفرت عليا مجهود، خلت العمليه سموث والبروسيس اسهل جدا بالنسبه لي. فيعني احب اوعدكم ان اي حاجه هتستخدموا فيها السيلف ليرنينج هتسهل عليكم حياتكم، وهتلاقوا فيها اوت كام كويس جدا هيعود عليكم. دلوقتي هنروح لنقطه بعد البنفيتس، هنتكلم عن ايه الاوفر كامينج تشالنج اللي احنا عملناها دلوقتي برين ستورمنج، ان احنا كل واحد فيكم قال الاوفر كامينج تشالنج اللي ممكن تقابله. فيها انا جايبه لكم 3 امثله. اول حاجه وهي الليك اوف موتيفيشن، او اللي هو ايه، انت اول ما بتبدا تتعلم اي حاجه بيكون عندك حماس، بتكون الانرجي بتاعتك عاليه، بتكون عندك طاقه جدا انك تتعلم الحاجه دي. مع الوقت بتحس نفسك انك اصلا بتعمل حاجه اكسترا وحاجه زياده، فمش مهم النهارده، مش مهم الاسبوع ده، مش مهم الشهر ده، في الاخر تلاقي البلان كلها باظت منك. فالحل
ممكن ايه الاوفر كام واي نستخدمها في حاجه زي دي، ان انت دايما تفولو اب مع حد، يعني حد من عيلتك، حد من صحابك، تبقى معرفه انك الاسبوع ده انا هعمل كذا وكذا، تيجي الاسبوع الجاي خليه فولو اب معاك ويسالك انت هل الدنيا مشيت ما مشيتش كده. تاني نقطه وهي الديستراكشنز او التشتيتات، بمعنى ان انا قاعد هنا في كورس الدنيا مهيئه وجميله وهاديه، جو مناسب انك تذاكر، لكن انت قاعد بقى في البيت انت ايه ماسك الموبايل تسكرول شويه، معاك تليفون، هخلص المكالمه دي بعد كده 16 سندوتش في 12 كوبايه شاي، اليوم خلص ما اتعلمتش حاجه. فالحل النقطه دي ايه؟ انك دايما توفر بيئه مناسبه للمذاكره، بيئه مناسبه انك فعلا تتعلم، ويكون اهم حاجه عندك الكيبورد اللي اتكلمنا عنه في الاول وهو الاستعداد النفسي، انت مش مجبور، انت بتعمل الحاجه دي عشان فعلا عايز تمبروف حاجه في نفسك او تنهانس حاجه في قدراتك. اوكي؟ تالت نقطه وهي الايه؟ اتكلمنا برضو فيها قبل كده، اللي هي في huge amount of information، انت عندك كميه معلومات مش طبيعيه. حد فاكر قلنا هنتكلم على الموضوع ده ازاي؟ كميه المعلومات الكتير؟ ان احنا نختار الكواليتي مش الكوانتيتي، ونسيرش كويس على المصدر، وان احنا نتكلم يعني ناخد المعلومه من حد لو بنتفرج عليه يكون حد سيرتيفايد. شكرا جدا يا أستاذ. بالظبط زي ما احنا قلنا كده ان احنا نعتمد على الكوانتيتي، وان تكون المعلومه اللي واخدينها يكون من حد تراستد جدا. دلوقتي انا جبت امثله عن ناس من يعتبروا من الايدل سيلف ليرنر في العالم. اوكي، هنجيب اول شخصيه. حد مش عارف مين ده؟ ايلون ماسك ايلون ماسك ولا ايه اللي انا قلته؟ ايلون ماسك. ايلون ماسك لما انا عملت سيرش كده لقيت ان هو اتعلم هندسه الميكانيكا لوحده من غير اي مساعده، من غير ما حد يساعده. طبعا يعني مش اجمل من تسلا دلوقتي، فهو بجد اتعلمها عن طريق سيلف ليرنينج بس، وعمل فيديوز كتير قوي بيتكلم فيها اصلا ان هو شايف ان المدارس دي ملهاش دور، وان هو اي حد يقدر يتعلم لوحده. انا اتفق معاه في حاجه ان انت مش حاجه مستحيل انك تتعلمها لوحدك، بس ما نلغيش برضه دور المدرسه، المدرسه ليها دور، والتعليم الاكاديمي ليه دور، والسيلف ليرنينج والتطوير الشخصي لذاتك برضه ليه دور، ده مش هيلغي ده، الاثنين هيكونوا عاملين مساعدين يساعدوك. ماشي. تاني اكزامبل معايا وهو جابر بن حيان خوارزمي. خوارزمي محمد موسى الخوارزمي، وهو مؤسس علم الجبر. هو لما ما عملتش لما عملت سيرش كده عرفت ان هو اتعلم علم الرياضيات الهندي واليوناني لوحده، وبجد هو من اكثر العلماء الابرع في مجال الرياضيات. فدي امثله لناس اتعلمت باي سيلف ليرنينج وكان في اوت كام حلو جدا ليهم. حد فيكم شايف في عيلته في اصحابه في مديره في الشغل اي حد نموذج كده شايفه سيلف ليرنر شاطر جدا او تاثر منه او الهمه؟ كان مدير ليا قبل كده في شركه معينه، كان اتصلت بيه وهو اللي صحاني في حته الليرنينج اند بجد لما الواحد بيقابل امثله زي دي بتكون حاجه حلوه جدا. حابه احكي لهم عن تجربه شخصيه برضو انا مريت بيها، مش بفخر من نفسي بس انا حاسه نفسي جامده فيها الحته دي. وحابه اقول لكم نصيحه، لما تحسوا انتوا عملتوا حاجه حلوه او حاجه انتوا بجد عملتوا فيها كروس او كده، احكوا عنها واتكلموا، دي حاجه حلوه هتساعد ناس غيركم، ممكن تكون انسبايرنج لحد غيركم يتعلم منها. انا في فترات ما كنت عندي مشكله سبب ظهري، كنت مؤثره جدا عليا، وكنت مضطره ان اعمل هيدروثيرابي او العلاج المائي في بول وكده، علاج طبيعي بس في الميه. فطبعا بعد دورت على السنترز بتعمل كده، كانت بعيده جدا عن بيتي، ما كانتش مناسبه خالص مع مواعيد شغلي، فكان لازم اعمل لنفسي سيلف ايفالويشن زي ما قلنا، واسال نفسي انا هتصرف ازاي في الموضوع ده. قررت ان انا اروح 3 سيشنز اشوف فيهم التكنيكس اللي بتتعمل وايه التولز اللي بيستخدموها، وانا كده الجيم اللي انا بروحه فيه بول وكده. حضرت السيشنز، اشتريت الادوات اللي بستخدمها، وتعلمت التكنيكس، وروحت كملت اتعلم من فيديوز من دكاتره موثوقين، طبعا جبت معلومات موثوقه عشان دي صحه ما فيهاش هزار. الحمد لله لحد دلوقتي بعمل السيشنز دي لنفسي وجايبه نتيجه كويسه قوي. دلوقتي خلصنا الامثله. اوكي، فاضل لنا نقطه النو هاو بتاع السيلف ليرنينج، بس حابه اديكم كده ايه بريك نستريح نشرب حاجه ونرجع نكمل كلام في النقطه دي. اوكي، نرجع بقى نكمل ان شاء الله بعد البريك.